جواجلة في الجزائر العاصمة، حكاية ناس بنات مدينة. من زمان، من القرن السادس عشر، كي جات الدولة العثمانية للجزائر، بدات هجرة ناس من الشرق، وخاصة من جيجل العاصمة اللي كانت تسمى الجزائر المحروسة. ما جاوش سياحة، جاو يخدموا. الجواجلة دخلوا العاصمة من باب الخدمة. في الميناء كانوا بحارة وحمالة، يشدوا الحمولة، يركبوا البحر، ويخدموا في دار الصناعة البحرية. كانوا معروفين بالقوة، بالصبر وبالنية. وفي القصبة تلقى الديجلي البناء، الحجار، يخدم في السور، في الدار، في البرج. يديه كانت تحط الحجر، والحجر كان يثبت العاصمة. مع الوقت ما بقاش الديجلي يخدم ويروح، استقر، تزوج ولا عاصمي. ومن هنا خرجت عائلات عريقة، عاصمية بالعيش وجيجلية بالأصل. هاد العائلات اندمجت، خلطت، وخدمت العاصمة جيل بعد جيل. ومنها اللي شارك في المقاومة، ومنها اللي دخل في الثورة، ومنها اللي استشهد. واليوم كي تسمع كلمة جواجلة في العاصمة ماهيش سبة، هي تاريخ ناس جاو بخدمتهم، بناوها حي بحي، وحطوا بصمتهم في روح العاصمة.